حتى تسوون برياني البرغل والدجاج مطبوخ بجدر الضغط بدون ما تضيفون أي ماء، تابعوا الفيديو للنهاية. واليوم غدانا دجاج نطبخه بجدر الضغط بدون ما نحط ولا نقطة مي، وبرياني برغل. طبعا كمية الدجاج انتو تحددوها. احنا هنا عندنا نص دجاجة، نحتاج وياها حبة بصل متوسطة، 200 غرام ليه، وبهارات برياني. والبرياني عندنا مالت البرغل نص كيلو برغل غسلناه ونقعناه، شعرية حسب الرغبة، وجزر وبوتيتا وبازاليا. هسه الجدر مالتنا حمى، ننزل الليه بس شوية تحمس وتذب دهنها نكمل شغلنا. هسه ننزل البصل بس يذبل البصل نرجع لكم. هسه البصل مالتنا بس ذبل، احنا ما نريده يشقر. نزلنا نص دجاجة، البهارات وملح، ونكبسه جدر الضغط بدون ما نضيف ماء. هاي الدجاج مالتنا بس قلبناه تقليبه سريعه ويا البصل والبهارات، وهسه نغطي الجدر مالتنا ونكبسه. شوفوا مستوى النار. هسه راح نصيها مثل ما احنا دا نخدر الشاي، ونحط الجدر مالتنا عليها ونتركها ساعة، ساعة ونص، المهم هي على نار هادئة. طبعا هسه دا نقلي البوتيتا الحشو يعني مالت البرياني. هذا البصل مقطع جوانح راح نقليه، واللي يحب يسويه ناعم هذا براحته. هسه ورا ما وصل البصل لهذه المرحلة هاي ننزل الشعرية ونبدأ نقلب إلى أن الشعرية يصير لونها ذهبي. طبعا هذا الجزر ما مسلوق، يطلع طعمه أطيب من نقليه ويستوي مثل ما تستوي البوتيتا، هو يستوي وبدون ملح. ننزله بالدهن ونتركه يستوي. ورا ما كسبت الشعرية مالتنا اللون الذهبي ننزل البهارات ونقلبها هيجي لحظات، يعني مو هواية حتى ما تحترق، وبعدين ننزل البرغل. هسه ننزل البرغل مالتنا وننزل كمية المي المناسبة. طبعا ننتبه انه البرغل مالتنا منقوع، فما نكثر مي، يعني يا دوب يصير ويا مستوى البرغل. لاحظوا مستوى المي يا دوب ويا البرغل، يعني ما يصير اعلى من البرغل لانه البرغل مالتنا منقوع. ورا ما نشف المي نهدي النار، خليها كلش قليلة ونغطي. طبعا هسه اجى الوقت اللي نفتح فيه الجدر مالتنا ورا ساعة وربع. ننتبه انه ننفسه منه. طبعا اذا حاطين دجاج او لحم بجدر الضغط وحاطين له مي، ابد لا تفتحوه اذا ما يبرد، او تطشون مي بارد عليه من فوق الى هذا يقوم ينفس، معناها انتهى الضغط. بس هسه بما انه احنا ما حاطين مي، يعني هو الدجاج حطيناه بدون مي، فنقدر منه نفتحه بس ينفس مني. هنا راح نفتح الجدر مالتنا. شوفوا مستوى السوائل اللي بالدجاج هاي من عندها، احنا ما حطينا مي ابد. يبقى اذا نريد اللون مالها يكون ذهبي نطلعها بهدوء ونحطها بالفرن بأي تبسي موجود، بس نشغل النار من فوق إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
طبعا هسه اني اريد تكتسب اللون الذهبي، فراح احطها هنا، وهسه احطها بالفرن واشغل النار الفوق فقط. هاي نص دجاجة مالتنا حمرناها بالفرن من فوق، شوفوا منظرها. وهذا السوب اللي او السوائل اللي طلعت طبعا كلش دسمة، اللي معدته ما تتحمل ما يقدر ياكله، بس ممكن تحطوه بالفريزر او بالمجمدة تستفادون من عنده مرة ثانية، يعني بغير اكله تحطون هذا المي بغير اكله. طبعا هاي السوائل اذا تحطوها ويا الفريكة من تطبخون الفريكة، الفريكة هي الحنطة الخضراء، وهنا بالسليمانية يسموها قلة خرمان، تطلع كلش طيبة. هذا برياني البرغل مالتنا، هسه ان شاء الله راح نبدي نصب. شوفوا شلون البرغل كل حبة واحد. طبعا طعمه كلش طيب، يعني انا احس برياني البرغل طعمه اطيب من طعم برياني الرز. وهذا الدجاج مالتنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد.